النادي المصري عن التحكيم في ماتش امبارح، وإنه التحكيم بيأثّر على المنافسة في الدوري المصري، وإنه التحكيم بيجامل النادي الأهلي. خلّيني أتكلّم معاك في اللي يخُص بيراميدز لمّا بيقابل النادي الأهلي. سنة 2022 في نهائي كاس مصر، كانت النتيجة 1-0 لبيراميدز في الدقيقة 85 في كورنر اتلعب للأهلي وجه منّه هدف كهربا، وكان عليه جدل كبير خالص إذا كان ده هدف والّا offside. بعدها على طول في نهائي كاس السوبر اللي اتلعب في الإمارات لمّا الزمالك انسحب وبيراميدز لعب مكانه، في لقطة جدلية كبيرة لمّا لعيبة النادي الأهلي محمد الشناوي، علي معلول، حسين الشحات كلّهم اعتدوا بالضرب بدون كورة على محمد الشيبي جنب الحكم المساعد، وساعتها ما فيش حد فيهم أخد حتى إنذار. وفي كتير من الخبراء التحكيميين قالوا إنه محمد الشناوي تحديدًا يستحق الطرد عن اللقطة بتاعته مع الشيبي. نيجي بعدها لسيزون 2024 في الماتشين بتوع الدوري الذهاب والإياب اللي كانوا هيحددوا بشكل كبير مين بطل الدوري. الماتش الأولاني النتيجة كانت 2-1 لبيراميدز، وفي ضربة جزاء خزعبلية اتحسبت لحسين الشحات. خبراء تحكيميين كتير أوي قالوا إن هي مش ضربة جزاء، وفي حكم مصري قال إنه لما كان في الأولمبياد عرضوا اللقطة دي على إن هي من الكوارث التحكيمية اللي حصلت. الماتش اللي بعده اللي كان في الدفاع الجوي في الدقيقة 5 كان في كورة لوليد الكارتي، كل الخبراء التحكيميين قالوا إن هي ضربة جزاء، حتى الكابتن سيد عبد الحفيظ في برنامج القهوة مع فايق قال إن هي ضربة جزاء. السؤال هنا ليه كل اللقطات الجدلية، مش هنقول الأخطاء، بس ليه كل اللقطات الجدلية دي كلها في اتجاه واحد، في اتجاه النادي الأهلي؟ حد عنده إجابة؟